عارف الشخص اللي بتحبه كده أول ما تشوفه من غير ما يتكلم ولا يقول حاجة ولا حتى تبقى عارف عنه أي حاجة، شعور جامد مش كده؟ أهو ده بالظبط نفس الشعور اللي هتحس بيه لما تشوف البايك ده لأول مرة، كawasaki نينجا زد اكس 10 ار، ولو سمعت صوته هتحبه أكتر وأكتر. تاريخ كبير وإنجازات كتيرة وكلام مش بيخلص في حب البايك ده. أنا إسلام، وفي الفيديو ده هقولك على كل حاجة عن البايك ده من أول جيل لآخر جيل، وليه هو مميز وليه الناس بتحبه. فلو أنت مش مشترك اتأكد إن أنت تشترك دلوقتي علشان نوصل 5000 قبل آخر الشهر. وحابب أشكركم على الدعم المستمر والكومنتات الحلوة، وخلينا نشوف صاروخ كawasaki ده بدأ إزاي. كawasaki كانت اوريدي علامة قوية في عالم الموتوسيكلات وتحديدا السباقات والصواريخ على عجلتين مع موتوسيكلات نينجا، بس الكلام ده في التسعينات. لكن مع بداية الألفينية الجديدة كانت محتاجة حاجة أقوى أسرع ومتطورة أكتر بكتير عشان تفضل في المنافسة، أو بمعنى أصح عشان تفضل في القمة. عشان المنافسة بقت صعبة شوية بعد ما هوندا نزلت ال 954 وسوزوكي نزلت الجيكسر 1000. كawasaki حست بالخطر، وعادي إن أي شركة تحس الإحساس ده، لكن اللي مش عادي إن كawasaki هي اللي تبقى حاسة كده، لأن مهندسين الشركة دي مجانين حرفيا. والجنان ده بدأ سنة 2004، فدي كانت السنة اللي اتولد فيها كawasaki نينجا زد اكس 10 ار، وكان طفرة بكل معنى الكلمة. فاحنا بنتكلم عن بايك 4 سلندر 998 سي سي بيخرج 175 حصان تقريبا، وكان أخف وأسرع من معظم المنافسين بفرق واضح مش شوية قليلين. زد اكس 10 ار كان أول خطوة علشان كawasaki ترجع تسيطر على فئة السوبر سبورت من تاني. زد اكس 10 ار نزل منه لحد دلوقتي 6 أجيال، كل واحد فيهم كان أقوى وأحلى من اللي قبله. فأول جيل كان مجنون بكل المقاييس، قوة خارقة مع وزن خفيف وتسارع حتى مش هتقدر تلمحه، كان بيجيب من 0 ل 100 في 3 أو 4 ثواني تقريبا، وتصميم عنيف وجريء على وقتها. وحتى لو بصيت على تصميم أول موديل وأول جيل هتحس إنه بايك جديد، مش هتحس إن هو عدى عليه 20 سنة خالص. وده كان سبب كبير إن البايك ده يبقى مميز. وبرغم كل ده إلا إنه كان في عيب قتل الموديل ده فعليا، كل السرعة دي والأداء ده كله من غير أي تكنولوجيا مساعدة، زي مثلا إنه ما كانش فيه تراكشن كنترول. فتخيل أنت عزيزي المشاهد راكب موتوسيكل بيجيب 100 في 3 ثواني، وتوب سبيد ممكن يوصل ل 280 مستريح، ما فيهوش تراكشن كنترول ولا أي نظام يساعدك، مع إنه كان موجود في منافسين عادي وكان موجود في بايكات تانية عند كawasaki في وقتها. بس حرفيا أنت كنت هتعيش فيلم رعب مع البايك ده. وحتى عشاق السرعة قالوا عليه إنه واحد من أخطر الموتوسيكلات وقتها، والمراجعات كلها كانت ناحيتين. ناس بتقول إن هي دي أحسن حاجة ركبوها، وناس تانية خافت منه وحذرت الناس منه علشان مش ثابت على السرعات العالية وبيخوف بجد. وطبعا كawasaki سمعت الكلام ده وصلحت الموضوع، والجيل ده فضل موجود سنتين بس، من 2004 لحد 2006 اللي نزلوا فيها الجيل التاني. كawasaki اتعلمت من اللي حصل في الجيل الأول وسمعت آراء الناس، وده أصح حاجة عملتها، لأن لو ما كانتش سمعت وعملت كل ده كان احتمال كبير البايك ده يموت. فأول حاجة عملوها عدلوا الشاسيه علشان يحسن الثبات على السرعات العالية، وإعادة توزين الوزن علشان يخلوا البايك متوازن أكتر، فظبطوه من الآخر. الموتور فضل قوي برضه وبقى سلس أكتر كمان، وعدلوا الإكزوست وبقى تحت الديل، وده كان الترند وقتها. فالشركات كلها كانت بتتسابق إنها تنزل الموديلات المشهورة بتاعتها بإكزوست تحت الديل. ولو سألتني عن رأيي أنا فهقولك إن هو شكله جامد فعلا، ارقام قريبه من الجيل اللي قبله مع فروقات بسيطه بسبب التحسينات. من الاخر تحس الجيل ده بقى ناضج اكتر من الجيل اللي قبله اللي كان متهور شويتين. بس برضه ذكاء مهندسين كawasaki انهم حافظوا على هويه البايك ده، وده خلاه واحد من اقوى الاختيارات لعشاق السرعه والجنان. الجيل ده فضل مكمل لحد 2008 قبل ما كawasaki تغير اللعبه تماما. كawasaki غيرت اللعبه بانهم عملوا الجيل الجديد بتصميم اجمد من الاجيال اللي قبله كلها. فالتصميم ده حسن الايرودايناميك جدا وبقى روش اكتر، وقدمت كل ما لذ وطاب من التكنولوجيا لاول مره في الجيل ده، زي التراكشن كنترول وانظمه فرامل ومساعدين تقدر تتحكم فيهم وحاجات تانية كتير. لكن برغم التحسينات فضل زد اكس 10 ار من اخطر واصعب الموتوسيكلات في الركوب، ومحتاجه سواق محترف بجد عشان يعرف يستغل امكانيات البايك ده الكامله. الجيل ده كان علشان ينزلوا التكنولوجيا بسبب الكلام الكتير على الموضوع ده، فالتركيز ما كانش على الاداء قوي، يعني ما كانش في تطوير ملحوظ في السرعه والاداء. علشان كده رجعوا بالجيل الرابع في 2011 عشان يفجروها حرفيا. هنا بدأت كawasaki تدخل بقوة في سباقات الورلد اس بي كي، وكان هدفها واضح، هو صنع موتوسيكل قادر على الفوز في البطولات وبس، عاوزين يحققوا بطولات. الجيل الرابع جيب اكبر تحديث في تاريخ زد اكس 10 ار لحد الوقت ده، موتور اكتر قوة فوق ال 200 حصان مع رام اير. طيب ممكن تكون سمعت عن رام اير دي قبل كده، فخليني اقول لك بسرعة التقنية دي بتعمل ايه. رام اير هو نظام بيستخدم في بعض الموتوسيكلات لزيادة ضغط الهواء جوه غرفة الاحتراق، بالذات عند السرعات العالية، وده بيحسن الاحتراق وبيزود القوة الحصانية.
ببساطة لما تكون ماشي بسرعة الهواء بيدخل بقوة أكبر جوه الفلتر، فبيوصل كمية هواء أكبر للموتور، وده بيساعد على تحسين الأداء خصوصا على السرعات العالية. في كawasaki ZX-10R النظام ده بيساهم في زيادة القوة الحصانية، فمن غير النظام ده البايك كان تقريبا 197 حصان، ومع النظام بقى 203 حصان عند السرعات العالية بفضل ضغط الهواء الإضافي. باختصار يعني رام اير ده بيبقى فيه ضغط هواء اكبر جوه غرفه الاحتراق. وكده انت عرفت يعني ايه رام اير. نكمل بقى. ونظام تعليم متطور اكتر بكتير من الجيل الاقدم من شاور. واخيرا نظام فرامل قوي علشان يوقف الصاروخ ده من بريمبو. تراكشن كنترول متطور برضه، وكويك شيفتر لاول مره في الجيل ده. وتعديلات تانية برضه خلت الزد اكس 10 ار اشرس على الحلبات، وبقى من اكتر البايكات قويه في الفئه. الجيل ده كسب بطولات وحطم كل المنافسين، وجاب تكنولوجيا جديده كمان في البايك. بس ده ما كانش كفايه لكawasaki، عشان في 2016 ينزلوا الجيل الذهبي. ولو بتسأل ليه الجيل ده اسمه الجيل الذهبي، لانه باختصار اقوى جيل من زد اكس 10 ار، والسبب عشان كawasaki طورت الجيل ده بالتعاون المباشر مع جوناثان ريام. ولو متعرفش مين ده فصدقني فايتك كتير، لان ده بطل العالم في بطوله السوبر بايك وورلد تشامبيونشيب، ودي اقوى بطوله في عالم الموتوسيكلات كله، عامله بالظبط زي الشامبيونز ليج لو انت بتحب الكوره. وجوناثان كان بيسوق زد اكس 10 ار وفاز بيه بطولة وورلد اس بي كي ل5 سنوات ورا بعض، وده انجاز محدش غيره عمله مع كawasaki. عامة الراجل ده عامل عنه فيديو كامل نتكلم عن مسيرته وعن الحركة اللي مش تمام اللي عملها، فتأكد انك مشترك عشان تشوفها. بعيدا عنه بقى خلينا نشوف عمل ايه مع كawasaki عشان يقدموا اقوى جيل من زد اكس 10 ار. اول حاجة موتور متعدل قريب من 210 حصان، ولو مش مستوعب الرقم ده كبير قد ايه، فمثلا بي ام دبليو اقوى بايك عندهم الام 1000 ار ار بيخرج 205 حصان بس، وهوندا سي بي ار 1000 ار ار بيخرج 190 حصان تقريبا بس وده من نفس الموديل طبعا، من نفس السنه. بس مش الاحصنه لوحدها اللي ميزت الجيل ده عن باقي الاجيال، كمان غيروا الشاسيه عشان يبقى اقوى ويستحمل اكتر وثابت اكتر برضه. انظمه الكترونيه مستوحاه من موتو جي بي، يعني اي نظام ثبات او مساعده ممكن تتخيله موجود في البايك ده. وخليني اديك نبذه سريعه عنه. لانش كنترول بيثبت العجله اللي ورا جامد قوي مع اي انطلاق من الصفر زي بالظبط بتاع موتو جي بي. تراكشن كنترول ذكي جدا بيمنع ان البايك يفقد السيطره على اصعب منعطف ويخليه ماسك في الارض كويس. كويك شيفتر بيغير الغيارات من غير دبرياج وبسرعه جدا. انجن بريك كنترول، وده واضح هو من اسمه هو بيعمل ايه، بيقلل من تاثير الفرامل بتاعه الموتور وانت داخل على منعطف صعب. كورنرنج اي بي اس، فرامل ذكيه بتشتغل حتى وانت مايل على المنعطف، وده بيساعدك تاخد الملفات بامان. مساعد اتزان من الموتو جي بي بيمنع الموتوسيكل انه يتهز على السرعات العاليه. كل ده مع تحسينات في التصميم والايروداينامكس عشان يجيب اعلى سرعه ممكنه من الصفر ل100 في حدود ال3 ثواني وممكن اقل كمان. وتوب سبيد بيكسر ال 300 مرتاح. ولو خدت بالك من كل ده هتلاقي انهم عاوزين البايك ثابت اكتر حاجه في الدنيا وسريع برضه، وده كان هدف كawasaki من البايك واللي حققوه طبعا. الزد اكس 10 ار يعتبر واحد من اقرب البايكات لموتو جي بي من حيث التكنولوجيا، وده اللي بيخليه اختيار رهيب لعشاق الاداء العالي. تخيل ان كل ده وستوك، ما بالك التعديل هيبقى عامل ازاي. الناس بتعدل البايك ده تعديلات مجنونه وبتشارك بيه في سباقات كتير، واشهرهم سباقات الدراج ريس، وتعديلات برضه للشارع. وفي نسخه مميزه قوي من البايك ده مع يوسف سيدهم بتعديل بروكس كامل. البايك كله متعدل من شركه بروكس، وشكله وصوته جامدين، واظن مفيش منه غير واحد بس في مصر، واظن برضه انه مفيش منه غير في الوطن العربي كله واحد بس. انا ما شفتش منه بصراحه. من الاخر الجيل ده اثبت ان زد اكس 10 ار مش بايك عادي، ده اسطوره في عالم السوبر بايكس. والجيل ده انتهى في 2020 وبدا الجيل السادس اللي مكمل لحد النهارده. والجيل السادس ده كawasaki قررت انها تطوره بالكامل عشان يبقى ماشي مع المنافسه الشرسه، طبعا بعد ما جوناثان سابهم، ما بين بي ام دبليو اس 1000 ار ار ودوكاتي بانيجال في 4 وياماها ار 1، ودول اشرس منافسين بالنسبه ليه. يعني اكيد في بايكات تانية قويه، علشان كده الجيل ده غيروا التصميم تماما بتصميم شكله بصراحه مش احسن حاجه، علشان اكون معاكم صريح. وقبل ما تكتب كومنت وتقول لي انه احسن حاجه عينك شافتها، انا مش حابب التصميم ده، علشان الزد اكس 10 ار دايما كان تصميمه سلس وشكله بيعجبني، تحسه كده بيزحلق الهوا من عليه قبل الجيل ده. انما الجيل ده بقى شبه الاتش 2 قوي، بس الفرق ان الكشاف على الجنبين مش في النص. الفكره انه مبقاش زي الاول، ودي حاجه طبيعيه، لازم الشركه تغير التصميم ما بين كل فتره وفتره، بس ده التصميم بقى شارب قوي، بقى حاد. طيب بعيدا عن التصميم، الموتور كمان خلوه اضعف بس مش بكتير، فبقى بيخرج 200 حصان بس تقريبا بدل 210. بس التحديث فعلا كان كبير على الفرامل والسسبنشن وتعديل على الاكزوست عشان يحسن الاداء. وبرغم ان النقاد قالوا ان كawasaki ما طورتش الموتور بشكل كبير زي المنافسين، الا ان الزد اكس 10 ار لسه واحد من اقوى واسرع البايكات على الاطلاق. وسؤال مهم لازم نجاوب عليه، ليه زد اكس 10 ار لسه اسطوره وليه الناس بتحبه؟ هلخص لك الاجابه في 5 حاجات.
اول حاجه البايك ده اكتسح سباقات السوبر بايكس لفتره كبيره، وده خلاه مشهور جدا والناس كلها عاوزه تجربه. تاني حاجه بيوفر احسن قيمه مقابل اداء مقارنه بالمنافسين، فاغلب الموتوسيكلات اللي بتقدم اداء قريب منه اغلى بكتير، اكيد قصدي على دوجاتي وبي ام. تالت حاجه ان هو قوي وعنيف بس برضه ممتع، بمعنى انه برغم السرعه والاداء القوي ده كله فهو برضه لسه ممتع للسواقه وممكن تسوقه كل يوم من غير ما تتعب. ورابعا التطوير المستمر، فكوازاكي كل كام سنة بتنزل جيل جديد وبيحل المشاكل الجيل اللي قبله، وده اللي خلى البايك ده بعد كام جيل ما فيهوش مشاكل تقريبا ومستقر. خامس حاجة واهمهم، برغم كل الاجيال والتحديثات الكتير البايك ده لسه محافظ على الدي ان ايه بتاع عيلة النينجا لسه نينجا بجد. الخلاصة، هل زد اكس 10 ار لسه الافضل؟ النهارده المنافسة شديدة وقوية ما بين كل الموتوسيكلات السوبر سبورت، كل شركة بتحاول تقدم احسن حاجة عندها بأقل سعر ممكن علشان خاطر تكسر المنافسة. لكن الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها ان كawasaki نينجا زد اكس 10 ار لسه واحد من احسن الاختيارات لعشاق السرعة والاداء العالي، وخصوصا لو بتدور على بايك قوي جدا من غير ما تدفع دم قلبك. انت بقى لو هتختار زد اكس 10 ار ولا شايف ان في بايك احسن منه؟ قولي في الكومنتات رأيك، ولو وصلت لحد هنا في الفيديو فاحب اشكرك بصراحة.